هو العيد يحلى من غير تسالي العيد، من غير ترمس وحمص وحلبة. عايزة أقولك بقى هتعمليهم بطريقة سهلة وبسيطة وكمان خطيرة. لو انتي ما عملتهوش هتعمليه وهتاكليه بعديها على طول بساعتين. تعالى أقولك الطريقة عملنا ايه. هاتي بقى عندنا ترمس اللي هو الحلو، هجيبه كده من عند السوبر ماركت أو من عند العطار، وهنقعه في المية لمدة 12 ساعة. وجبت برضو الحمص وهنقعه لمدة 12 ساعة. شوفي بقى شكله بعد 12 ساعة كده نفشوا بقى كويس جدا هو والحمص. تعالي بقى نحطهم على النار يغلوا كده لمدة 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير. أي مادة بقى أو أي ريم بنشيله على جنب. بعد كده أغسله كويس جدا جدا وأصفيه من المية بتاعته. برطمان أكون معقماه بالخل ومنشفاه كويس، وهحط فيه الترمس. تعالي نعمل بقى المحلول. الحمص والترمس على كل لتر مية هنحط 4 معالق ملح. انا عندي هنا 2 لتر ميه، حطيت عليهم 8 وحطيت معلقه بابريكا، وهنزل عليهم اكون مدوباهم كويس، وهنزل على الترمس بالشكل ده. عندنا برضو واقفله بقى كويس. الحمص برضو غسلناه كويس بعد ما احنا سلقناه، وهحطه في برطمان معقمينه بالخل ومنشفينه، وهنزل بالمحلول عليه وهقفله كده. عندي الترمس جاهز والحمص جاهز. بالنسبة للحلبة الحصى ازاي تزرعيها؟ برضو بتنقعيها لمدة 12 ساعة، وبعد كده بتغسليها كويس جدا وتعملي بقى قرطاس عشان هنحط فيها الحلبة بتاعتنا علشان تزرع كده. ده ورق زبدة عموما، انا كده لفيته قرطاس ونزلت كده بحوالي معلقتين. انا مش عايزة املي القرطاس قوي علشان ياخد راحته ويزرع براحته وما ياخدش مني وقت، ياخد ليلة بالظبط. هبدأ كده أخلص كل الكمية. هنا بوريكي إن أنا بتني ورقة الزبدة، وهنا أعمله قرطاس. عايزة أقولك يعني الطريقة دي حلوة قوي، وكمان فوايد الحلبة بجد كتيرة جدا. هعمل لكم فيديو بفوايد الحلبة بتاعتنا، عايزة أقول لكم فوايدها لا تعد ولا تحصى. بدأت كده وخلصت كل الكمية بالشكل ده. عندك بقى ورقة مناديل، احنا هنجيب مناديل وحطيتها على الوش، وبدأت ان انا ابلها مية. الليلة دي ما خدتش بالظبط، على اخر الليل كنا الحاجة جاهزة. الحلبة بتاخد ليلة كاملة عقبال ما بتزرع، بتفضلي ترشي عليها مية. وعندنا المحلول بتاعنا اللي احنا الدقة بتاعتنا مية وكمون وبابريكا وعصرة ليمونة، وبس كده. وحطي بقى على الترمس والحمص بتاعك. وكل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم يا رب. باي باي.